كنا اتكلمنا على الطراز الصناعي او الاندستريال. الطراز الصناعي اهم ما بيميزه ان هو بيعتمد على اظهار العنصر الانشائي، ولكن بيختلف عن الطراز الوحشي في شوية حاجات كده. زي ان الوحشي بيبقى الماتيريال بتاعته بتبقى رو، ما بيبقاش في امكانية ان انا ادهن او ان انا اغير لون الستايل شوية، او ان انا اعمل تشكيل فيه. الطراز الوحشي بيكون عبارة عن ان الخامة تكون زي ما هي كده، زي الاحجار او زي الرخام او زي الخرسانات، بس تكون له من غير اي تدخل او اي عمل اضافات ظاهرية في التصميم. ولكن الاضافات اللي بيكون فيها تدخل بتكون اضافات وظيفية، نعمل معالجات للماتيريال عشان بس ما يبقاش بتلم تراب او بتلم حشرات او كده. طيب هنتكلم على الاندستريال او الصناعي. هنلاحظ ان الستايل اللي قدامنا مدمج في اللون الساخن اللي هو اللون اللي عندنا هنا، او درجة من درجات الالوان الساخنة مع درجة من درجات الالوان الباردة. ولو ركزنا قوي في التصميم اللي قدامنا هنلاقي ان نسبة اللون الساخن اللي عندنا، اي حاجه بتميل للالوان الاصفرات والاورنج والاحمرات والكلام ده كله بيكون الوان ساخنه. لو ركزنا فيها هنلاقي نسبتها اقل بكتير قوي من نسبه اللون اللي مائل عندي للحاجات اللي فيها البيز بتاعها او الاساس بتاعها لون اخضر. ولكن طبعا واضح هنا ان هو عامل ميكس ما بين اللون الاخضر واللون الازرق وبتاع وكلام من ده، فاداني سنه زيتي. في النهاية هي تندرج الألوان اللي موجودة هنا اللي احنا بنشاور عليها دي ضمن الألوان الباردة. فهنلاقي إن نسبة اللون الساخن أو الجزئية اللي موجودة معمولة باللون الساخن اللي في السلالم اللي قدامنا، الديزاينر رغم إن هو حاططها بنسبة قليلة إلا إنها شدت العين جدا وعملت تمركز بصري واضح جدا جدا. لأن الألوان الساخنة مهما قلت فهي بتكون في النهاية ألوان مؤثرة أو ألوان قوية التأثير في التصميم. طيب دي اول حاجه هنلاحظها في التصميم. تاني حاجه هنلاحظها ان ارتفاع القائمه اللي هنا قد مقاس النايمه اللي هنا. وده ما بيحصلش عندنا الا احنا بنحل بس تصميم يعني. ده ما بيحصلش عندنا الا في تصميمات السلالم الخدميه اللي بيكون سلم هروب او سلم خدمه او سلم عماله او كلام من ده. لكن السلالم اللي بتكون ليها علاقه بالاستخدام السكني او استخدام المستخدمين العاديين او الكلام ده، بتكون السلمه القايمه بتاعتنا دي نص النايمه، فالنايمه دي بتكون مثلا 30 سم والقايمه دي بتكون 15 سم، ما بيكونوش قد بعض زي الحاله اللي قدامنا هنا. بالتالي احنا نستشف من ده ان السلم هنا ده معمول يعتبر سلم خدمه طبعا. يدل على ان في خطأ كبير قوي في التصميم، وهو استخدام الماتيريال الخشبيه في سلم خدمه، لان ده بيكون عليه مشاكل اكتر او تركيز اكتر في الاستخدام واستهلاك اكتر وكلام من ده. مقاومه البري والخدوش للاخشاب مهما كانت الماتيريال اللي احنا بنستخدمها للاخشاب قويه او كويسه، الا ان هي عمرها ما تكون زي المعادن وزي الحاجات اللي احنا متعودين عليها، الستاندرد اللي احنا بنشتغل بيها. ولكن نقدر نقول ان هو ممكن يكون مستخدم عندنا الماتيريال دي معدنية، وان التشكيل الخشبي اللي هو عامله ده هو عامله بالدهان. بس هنرجع تاني ونقول ان حتى لو هو عمل عليه كلادنج او عمل عليه تكسية بشكل معين، الا ان برضه التكسية دي في النهاية هتنهار مع الاستخدام كسلم خدمي معمول للاستخدام الشاق. طيب هنيجي نبص كده هنلاقي ان هو عمل برضو عندنا في التصميم بتاعنا مجموعة دعامات للسلم، والدعامات المعدنية دي هي عنصر وظيفي. وبالتالي هو لما جه عمل تفتيحات هنا اللي هي الفتحات او اللي احنا بنسميها الخرام اللي موجودة دي، فهو عملها دائرية ما عملهاش مربعة، وده علشان يدي وضوح اكتر للتصميم اللي هو عامله. لان هو لو كان استخدم هنا قطاعات مستقيمه واستخدم هنا قطاعات مستقيمه برضو، التصميم كان هيبان ان هو مليان نويزز او مليان ضوضاء، لان هو مش هيكون تصميم مريح بسبب كمان وجود الحدة اللي موجودة عندنا في السلالم اللي قدامنا. طيب لما جه المصمم علشان يعمل هنا هاندريل او يعمل هنا مكان ان الناس تسند عليه، عمله بمادة الستانلس ستيل المعروفة او الستينلس ستيل، اللي هو الصلب المقاوم للصدأ، وده الاسم العلمي ليه. فهو عملها بمادة الستينلس ستيل أو الستانلس ستيل اللي هو يكون مريح أكتر للاستخدام الطبيعي للناس اللي هي اللي متعودة على الاستخدام بتاع الهاندريل أو بتاع الكوبيستا اللي قدامنا دي. هنيجي نبص هنا هنلاقي ان هو استخدم ازاز شفاف درجة شفافيته عالية جدا، بس هو برضو في سنة تلوين او ملون بلون مائل للسلال الموجودة، وده عمل عنصر ربط قوي جدا في التصميم اللي قدامنا. هنلاقي عندنا ان الجزء ده
اعلى من مستوى الارضيه او مستوى التبليطه او السيراميك الموجود هنا، والحته دي تعمل مشكله وتعمل آم، مشاكل كتير مع الوقت، وممكن تفك مع الوقت نظرا لان هي مش متبيته او مش معموله مستوى واحد مع الارضيه. وهنا هو لجأ لعمل حل مشكله زي كده نظرا لوجود فرق في المنسوب او فرق في الارتفاع، قد يكون خطأ منه او قد يكون خطأ من عمل المنشأ نفسه في الارتفاع الإجمالي بتاع السلالم. في النهاية لو جينا برضو بصينا على عرض السلمة هنلاقي إن هو أقل من متر 20، وهو العرض الستاندرد أو الحد الأدنى لأن السلمة تكون مبنية على أساسه إن يكون متر 20. هنا نلاقي المقاس ده أقل، وبرضو ده نظرا للاستخدام المحدد للسلالم أو الاستخدام الوظيفي البحت للسلالم. طبعا كل التحليل ده بيدل في النهاية على إن السلالم دي معمولة على أساس إن هي سلم خدمة. وده من الحاجات اللي بيفيدنا فيها قوي التحليل بتاع التصميم، ان احنا نقدر نبص على العنصر التصميمي ونعرف هو مستخدم في ايه. طيب هل ممكن ان احنا ناخد سلم بفكره زي كده ونستخدمه في جزء سلالم عاديه او سلالم تكون في مكان عام للجمهور، الناس العاديه اللي بتتعامل معاها؟ اه ممكن، ولكن طبعا مع التعديلات الممكنه زي الاساس عندنا عرض السلمه، ارتفاع القائمه، والمقاس بتاع النايمه ان هو يكون طبقا للمواصفات الحد الادنى للستاندرد للمستخدمين العاديين.